انت غلطان، انا فاهم المسألة كويس. تعرف راحت له ليه؟ لانك بجنونك وغيرتك المقندلة وتصرفك الغير معقول لفت نظرها للراجل ده. كلام فارغ، كلام مليان، والبرهان عليه تسمعه وتقتنع بيه حالا. انت اول امبارح لما كنا ماشيين مع بعض في العتبة الخضراء كنت واخد بالك من البنية اياها؟ وبعدين بقى بنية ايه؟ البنية البلدي. ايه، ناسي ولا عامل ناسي؟ مش انا اللي لفت نظرك ليها والتقاطعها؟ يعني فيه مسائل في الحياة وفيه اشخاص تمر عليك بدون ما تشعر بيها، لان مشاغلك ومعيشتك وتفكيرك يمنعوك انك تلتفت ليها. لكن لما تلاقي ابن الحلال ولا ابن الحرام اللي ينبهك تقوم تفكر فيه. عاوز تقول ايه؟ يعني ايه؟ يعني انت ما بتفهمش، يعني انت دماغك جامدة، يعني انت اللي نبهت مراتك ولفت نظرها وكنت هتوديها في داهية، لكن ربنا حفظها. صدقها وصدقني. فريد زكي الملواني في التليفون. طيب حاضر. الو، متشكر جدا، الله يبارك فيك، مع السلامة. تعالي يا حماتي. نعم. يرضيك الكلام ده؟ كلام ايه يا ابني؟ كلام رئيسي، انت الوحيد اللي ترقيت في اللجنة الأخيرة لأنك مجتهد. يرضيكي ان مدير المستخدمين يضحك لي الضحكة الصفراء اياها ويقول لي علشان الأستاذ مدحت يبقى صديقك؟ اهدى فريد، انا بكلمك بكل هدوء، اللي عندي قلته وربنا شاهد عليا. في حاجة اسمها عقل ورزانة وتبصر يا فريد، وفي حاجة تانية اسمها خراب بيوت. ايه رأيك؟ رأي نهائي؟ اسكت يا فصيح. سيبوه، خليه يتكلم، سيبوه لما اشوف هيقول ايه. رأي نهائي هو رأيي انا، هو ان ست عليا صدقة في كل كلمة قالتها، وان اللي لخبط كيان حياته اخيرا كان عقاب على سوء ظنه. الجدع مدحت ده مفيش داعي لصداقته، اهملوه، ما تدخلوش امثاله بيتكم. واول علاوه تقبضها تجيب بيها هديه للست اللي خلفت لك الست زي مراتك، يعني لحماتك. كويس خالص، كويس خالص، كويس قوي ان العصفه ما موتتكش انت والغلبانه دي، كتمت انفاسكم تحت انقاض البيت اللي كانت الغيره هتجيب عليه وطيه.